السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم صوبت مسيمنات بلا عجين بلا دليك. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. فبالنسبة للمقادير، هنا غادي عندي مقلاة اللي سخنتها من قبل، غادي نضيف عليها ملعقة كبيرة من الزبدة وربع ملاعق من زيت الزيتون اللي غادي نشحر فيهم الخضر ديالي. فأول حاجة غادي نبدا بها هي البصل. هنا عندي بصلة مقطعة مربعات صغيرة. غادي نشحر البصلة مزيان في زيت الزيتون والزبدة حتى كطيح وكتدبل وكتنشف من داك الماء ديالها. غادي نضيف عليها مقدار 250 غرام من صدر الدجاج اللي قطعته مربعات. بالنسبه للعطريه اللي درتلو اولا الشرموله اللي درتلو، درت فيه الملحه، شويه ديال الملحه، ربع ملعقه صغيره من الابزار، جوج معالق من تحميره مدخنه، ملعقه صغيره من الثوم مجفف، ممكن انكم تستعملوا حتى الثوم طري، وملعقه كبيره من لا موطارد. صافي، هذه هي الشرموله اللي درت للدجاج ديالي. شرملته تقريبا، خليته نص ساعه يطلق في هذيك الشرموله ديالو. صافي، وغادي نخليه يطيب مزيان. غادي نجهز البوطه، غادي نخليه يطيب مزيان باش ما يطلقش هذاك الماء ديالو ويتجانس مع مع المقادير الاخرى. فانا غادي نحيدو من البوطه في نفس المقلاة. غادي نحيدو من المقلاة في نفس المقلاة. غادي ندير 3 ملاعق من زيت الزيتون. غادي نشحر فيها جوج ديال الخيزويات محكوكين او جزر محكوك، وقرعة محكوكة واحدة. غادي نخلط مزيان وغادي نضيف الفلافل. هنا عندي الفلفل الاصفر والفلفل الاحمر، ممكن انكم تستعملوا حتى الفلفل الاخضر، انا ما كانش متوفر عندي فاستغنيت عليه. صافي، نقلي هاد الخضره ديالي مزيان حتى كتدبل حتى كطيح، كنحسوا بها انها طابت. كنبدا ندير العطريه. بالنسبه للعطريه غادي ندير شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، ملعقه صغيره من الثوم مجفف، وملعقتان صغيرتان من التحميره المدخنه او التحميره فيمي. ممكن انكم تستعملوا التحميره العاديه، يعني هاد التحميره فيمي كدير واحد المذاق زوين في الحشوه لانها مدخنه. صافي، كنخلط مزيان حتى كتدخل ديك العطريه الحشوه ديالنا. هنا كنرجع داك الدجاج وغادي نديه ونجيبو. صافي، غادي نحرك ونخلط باش يتجانسوا العناصر مع بعضياتهم. هنا عندي كلشي طايب دابا. صافي، غادي نضيف جوج معالق من الصوجا. لاصوص الصوجا درت 2 معالق. صافي، كنحرك شويه. غادي نطفي على النار وغادي نضيف للحشوه ديالي جبن محكوك اولا فرماج محكوك. انا هنا استعملت لي مونطال، ممكن تستعملوا الإضام أو الفرماج الأحمر. ممكن أيضا تستعملوا الفرماج مثلثات أو الفرماج مربعات، فاللي متوفر عندكم ممكن أنكم تستعملوه. غادي نخلط مزيان حتى كتعلك هذيك الحشوة. في جهة أخرى غادي ندير واحد البيضة في واحد البول. غادي نضيف عليها نصف كأس من الحليب و4 ملاعق من الزيت العادية أو الزيت النباتية، وغادي نخلط مزيان. فهاد الخليط هذا هو اللي غادي نبقى ندهن به اولا نغطس فيه الورقه ديال البسطيله ديالي. فغادي ناخذ اول وحده، غادي نغطسها في الخليط. ما تخافوش ما غاديش تقطع. غادي ندير نفس القضيه او نفس الحاجه الاوراق الاخرين. فغادي نبدا باول وحده، غادي نبدا نعمرها. غادي ناخذ 2 معالق من الحشوه اللي بطبيعه الحال تكون بردات، ما نخليوهاش سخونه لانها غتقطع لنا الورقه الا كانت سخونه. كندير 2 ملاعق في الوسط، كنسطحهم، ما غاديش بحال كنديرهم على اشكال مسمنات. صافي، وكنجمعها بهذه الطريقه على شكل مسمنه.
سهلة، يعني الطريقة سهلة جدا. غادي نعاود معكم واحدة أخرى. غادي حتى هي نغطسها في الخليط. كنحاول أنني نجففها شوية. صافي كنضيف الحشوة. كنحاول نديرها على شكل مربع. كنوزعها على الورقة. صافي وكنسد على شكل مسمنة بهذا الشكل هذا. هنا الا شفتوها تقطعت ليكم ممكن انكم ديروا وحده في وحده، يعني ما كاين حتى شي مشكل. فهي هذه اللي تقطعت ليا غادي نديرها في وحده اخرى. وهذيك الورقه اللي درتها فيها ما درتهاش، ما فزقتهاش او لا ما غطستهاش في الخليط، لان الاخرى ديجا مغطسه في الخليط. كنعاود واحده اخرى حتى كنكمل المسيمنات اللي عندي او الحشوه اللي عندي. ممكن انكم ديروا هذه الطريقه، يعني كطويو من التحت وكطويو من الفوق. كنكمل حتى كنكمل العجين ديالي والحشوه ديالي بهذه الطريقه هذه. فكنعاود كنكرر نفس العمليه. كنغطس في داك الماء كنغطس في الخليط ديال البيض والزيت والحليب. وكندير الحشوه وكنسد على شكل مسمنه بهذا الشكل هذا. يعني طريقه سهله جدا ماشي صعيبه، خصوصا أن ما فيهاش ورقة ما فيهاش العجين ديال المسمن. يعني غير ورقة ديال البسطيلة تقدروا ديروا مسمنات معمرين كيجيو زوينين وبنان. فصدقوني الا جربتوهم غادي تعتمدوهم دائما. غتبقاو تعكزوا انكم ديروا الورقه ديال المسمن. فتبقاو ديروا غير الورقه ديال البسطيله لانها سهله جدا في الخدمه وسهله. يعني بالنسبه للوقت أنها ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. فكانت هذه اخر وحده. غادي نحطهم نخليهم على جنب وغادي نبدا نطيبهم. ممكن انا كنت ديرهم في الفران كم ممكن انا كنت ديرهم في المقلاة كما درت انا. فانا درت شويه ديال الزبده وغادي نبدا نقليهم غير بشويه بشويه كما كتشوفوا معايا. فكنقليهم من الجهتين. نحاول انني نشوف واش تقلاو. هكا كيتحمروا. انا هذيك عندي تحلات ليا شويه، ولكن ماشي مشكل. كتسد بهذاك يعني كنعاود ندهنها بهذاك الخليط وكتسد. ها انتم كيف ما كتشوفوا كيولي اللون ديالهم محمر، يعني بحال المسمن. ها انتم كندهنهم شويه بهذاك الخليط باش كيعطيونا داك اللون ديال المحمر ديال المسمن. وغادي نكمل حتى غادي نستمر حتى نكمل المسمنات اللي عندي. المسمنات ديالي ها هما واجدين. هذيك الكميه عطاتني 8 ديال المسمنات بهذا الشكل هذا. فكنتمنى انكم تجربوهم. رافقت هاد الوصفه بواحد التحليه اللي غادي نديروها دابا. فهنا عندي الكريم شونتيي، خديت منها 4 ملاعق كبيره من الكريم شونتيي وغادي نضيف عليها نصف كأس من الحليب. وغادي نطرب حتى كتطلع هذيك الكريمه شونتيي بهذا الشكل هذا. غادي نضيف ليها 250 غرام من الماسكربون. انا ضروري ديروا ماسكربون، ما ديروش حاجه اخرى، ولكن هذه الوصفه كيدار فيها غير الماسكربون. كنضيف ملعقتان كبيرتان من السكر سنيده. انا نستعمل السكر الاسمر. وغادي نعاود نخلط مزيان حتى كتطلع هذيك الكريمه.
هنا بالنسبة للتقديم غادي ندير أنا هنا استعملت هاد لي غاليت بروتون. ممكن أنكم تستعملوا أي بسكوي كتفضلوا، ولكن ضروري أنه يكون كيتفرتت دغيا غير في اليدين. فكندير في كل كأس حبة واحدة من البسكوي. غادي نديرها في الأول، البسكوي كنديرو في الأول، كنفرتو مزيان. صافي كنبدا ندير الكريمة ديالي، ناخد ملعقة كبيرة من الكريمة وكنضيفها على هداك البسكوي. فصدقوني هاد التحلية كتجي رائعة إلا درتوها أول مرة فما غاديش تستغناو عليها، غتبقاو تعاودوها دائما. عندي هنا فريز مقطع، قطعته مربعات صغيرة في هذا الشكل هذا. وغادي نرجع عاوتاني غادي ندير نصف بسكوي في كل كأس. ممكن انكم ديروا واحدة كاملة، انا غادي ندير غير النصف. كنديروا داك البسكوي فوق الفراز بهذا الشكل هذا. غادي نعاود نضيف الكريمة من الفوق، كندير ملعقة كبيرة من الكريمة في الكؤوس كاملين. وغادي نكمل الفريز حتى هو. غادي ندير كمية من الفريز اللي قطعته مربعات صغيرة كما سبقت وقلت انني قطعته مربعات صغيرة. فهذه التحلية ديالي كتجي في هذا الشكل هذا. شوفوا الطبقات كيفاش كيجيو، كتجي رائعة جدا بنينة. كنتمنى انكم تجربوها ونتلاقاو في حلقة جديدة بإذن الله، وصفة جديدة.